فاضل لك الكلمه. شكرا. أشكركم جزيل الشكر وأحييكم. عشان احنا بنتكلم على ممر التنمية معناها ان احنا بنتكلم على مستقبل يعني مستقبل مصر هنعمل هذا شكله ايه. على وجه العموم انت اي حته في الدنيا اي مجموعه من الدنيا ما بتحصلش فيها حضاره الا لما يكون عندها 3 مقومات. لما بتنتج فائض من الغذاء، بتعمل تنظيم العمل، وبتعمل حياه كريمه في المدن. حياه كريمه في المدن دي هي اهم حاجه في حكايه الحضاره الحقيقيه. عشان ايه؟ عشان يبقى في ناس في المدينه ما بيدوروش هيطلعوا الغذاء ازاي، هيطبخوه ازاي، هيوصلوه ازاي، هم قاعدين اكلهم بيوصل لهم من اماكن اخرى، ويبقى نسبه منهم ولو 2-3% هتبتدي تفكر كويس قوي. ولما تبقى في نسبه 2-3% تفكر كويس قوي، هم دول اللي بيكتبوا الكتب اللي بيعملوا الحضاره اللي بيعملوا كده. معناها ان انا لازم يبقى عندي المقومات دي، لازم ابتدي بنمره 1 ان انا يبقى عندي فائض في الغذاء. طب فائض في الغذاء ده انا هجيبه منين؟ انا عندي اللي احنا عايشين عليه ده ما ينفعش. فلازم الواحد يبص على مصر وخريطتها. ترجع انت بقى شويه كده على الشمال عشان على اليمين صح عشان الناس تشوف. هتبص على مصر هتشوف ان احنا عندك على اليمين البحر الاحمر، فوق البحر المتوسط، الخط الاخضر ده هو كل اللي احنا عايشين فيه كله هو الحته الخضراء. الدلتا وادي ايه؟ الباقي عندك كذا. طيب يبقى معناها ان انت لازم تروح للصحاري المصريه، الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وسيناء، حاجه من واحده من الثلاثه دول. انت لو رحت في اي واحده من الصحراء الغربيه او الصحراء الشرقيه او سيناء وقعدت تفكر فيها مستقبلا، ودول انا شخصيا لازم نعمل ده ونفكر فيهم كويس جدا. مستحيل ان انت تقول هحط اكثر من مثلا 5-6% في كل واحده منهم. الصحراء الغربيه زي اضافه على اللي موجود، والصحراء الشرقيه وسيناء. طيب انا عايز مكان ل 40 مليون اللي هي من سنه 2050 و2050 مش بعيد. انا بتكلم ال 40 مليون او ال 60 مليون دول اللي انت هتعملهم، انت عايز مكان لهم قريب قوي من الحته اللي هم عايشين فيها جنب النيل، وتستخدم ميه من ميه النيل. مش هتزود استخدام ميه على الاطلاق، لا بتستخدم ميه النيل نفسها وجنب النيل. فهو عشان كده ليه الكلام ده؟ عشان انت الواحد بيبص على مصر وفيها تلاقي النور الاحمر، اللون الاحمر ده كان الدلتا اللي هي الارض المزروعه في سنه 72، والارض الازرق اللي على الجنبين دول الارض المزروعه في سنه اللي زادت في سنه 90. ولكن في نفس الوقت بيحصل تعدي على الارض الزراعيه، فدي الحته اللي حوالين القاهره. شوف هي بدايه الدلتا، الحته الرصاصي دي هي مدينه القاهره، الاحمر اللي حواليها ده كله بارض تاكلت، يعني بني عليها اسمنت من الارض الزراعيه. فالتعدي على الارض الزراعيه ب 30,000 فدان سنويا دي مصيبه. فانا يعني معناها ان انا مش عارف اكل نفسي على الاطلاق، فلازم الواحد يوسع عشان ياكل نفسه. فهو عم القصه دي جت حكايه ان احنا نفتح مجال قريب قوي من النيل ويمشي من الشمال للجنوب عشان اعمل تنميه على طول مصر بحالها. هذا الخط ده الطبوغرافيه بتاعتنا من الجنوب للشمال، الجنوب عالي الشمال واطي. وبعدين الرمال بتاعتنا في الغرب كلها الخطوط الصفراء دي كلها حجر رمال. فانا عايز تشوف لك خط بعيد عن الرمله بتاع الصحاري عشان ما ياثرش عليه. وتعمل ايه يعني؟ تعمل خط الاتصال ده هو بتاع الممر الطولي، وعندك ممرات عرضيه. كل بلد كبيره فيها يعني مدينه ولا حاجه كده تعمل لها منفذ. المنفذ ده اللي هو تعمل فيه المعيشه بتاعتك. زي مثلا ايه، عندك واحد مثلا هنا بتاع طنطا، عندك تاخد من شارع يوصلك لطنطا، وبعدين الحته اللي هي الصفراء في الغرب ده كله دي مكان ممكن التوسع فيه زراعيا زي ما حصل توسع في طنطا. الحته الصفراء دي كلها زي ما حصل تنميه في اسمها يعني في النوبريه وما اليه. القاهره عندك حته واسعه. شوف 6 اكتوبر النهارده، 6 اكتوبر من زمان ما كانش حد يعرف يعني ايه، انما دلوقتي بقت مدينه عايشين فيها الناس بياكلوا منها بيعملوا كده. فانت تعمل 20 مدينه زي 6 اكتوبر بره، او تعمل حاجه وزارات هناك، او تعمل مثلا الجيش كله يطلع هناك ويعمل كليه حربيه جديده وكذا. تعمل في الحته الواسعه دي عشان نوسع المدينه شويه، عشان ما يبقاش كل حاجه داخل المدينه عندك.
الأول شفنا الخريطة بتاعت مصر دي. الأول كان في مكان اللي هو المثلث ده اللي في غرب الدلتا دي، طلعت الدلتا قديمة للنيل الحمراء شوية دي. معنى ذلك إيه؟ إن أنت عندك مكان واسع جدا ومنبسط وممكن استخدامه. الحتة اللي هي في شمال منخفض الفيوم، الممر ماشي في شمالها كده بموازاة الخط بتاع منخفض الفيوم. انت الحته دي 70 كيلو في 25 كيلو او 27 كيلو. الحته دي بتستقبل اشعه شمس اكبر حراره من اشعه الشمس التي تصل الى اي مكان اخر في العالم. فأنا ما أفكرش مستقبلا إن أنا هعمل مجمع للطاقة الشمسية في الحتة دي يكفي مصر وليبيا وإسرائيل والأردن وكذا كذا بالطاقة. أنا أبيع كهرباء من المورد ده، لو أنا أفكر كويس وأعملها مستقبلا بعيد عن الرملة يوصل أكبر أشعة من الشمس قريبة من عمران أو قريبة من الخط بتاع الكهرباء، وده يبقى ده المصدر بتاع الثروة بتاعنا. يبقى ممكن يبقى من ده إذا أنا فكرت إن أنا أعمل طاقة شمسية على هذا المستوى الواسع الكبير. ليه المستوى الواسع الكبير ده؟ لان انت الطاقه الشمسيه ما تنفعش على حاجات صغيره، يعني بتمشي الحال، لكن اللي عايز يعمل حاجه كبيره بيعملها. اذا كانت دوله الامارات العربيه المتحده عندها مركز للابحاث اسمه ماستر بيعمل احسن ابحاث في الطاقه الشمسيه بتعملها هناك. خدوا ناس من MIT وعملوا هناك مركز وبياخدوا الرقم بتاع دي وبيغيروا شكل الطاقه الشمسيه الثقيل الكبير ده. دلوقتي الطاقه الشمسيه بتحطوها على ورق يتلف كده كانه بتاع. عاملين في اسبانيا جماعة مصدر، عارفين في اسبانيا مجمع شمسي، اكبر مجمع شمسي في العالم، هناك بيطلع اكبر طاقة لاي مجمع في العالم في اسبانيا. عاملينه في اسبانيا واحنا ما نعرفش نعمل واحد زي كده فينا. يعني ممكن عندنا نعمل حاجات كتير جدا، والخط ده لازم يتربط في اللوحات لان اللوحات فيها احتمال ان الناس تزيد فيها كام مليون ولا حاجة. الخط اللي معمول على الاقصر ده مش معمول عشان تنمية هناك، ده معمول عشان سياحة وبس. انا كل ما اروح فوق الهضبة اللي هناك دي بقف على حته الهضبه بشوف الحته الوادي اللي نازل كده، ومن الناحيه الثانيه جبال البحر الاحمر، وانا اللي في النص ده الخط الاخضر ده هو الخضره، وشايف الخط بتاع النيل والمراكب اللي ماشيه فيه، مراكب السلوكات دي، منظر رائع حته عاليه وبعيد عنها الرمل ومنبسطه وبيجي يطلع 70 كيلو. انا اقول ان الحته بتاع 70 كيلو دي انا عايز احط فيها 3 دبي. اعمل فيها فنادق، انشئ فنادق دبي دي 3 مرات، واعمل لهم مطار دولي، واعمل لهم مستقبلا اعمل دي لان ده منظر رائع جدا. لان ليه؟ اضافه على ذلك ان انت بعد يعني كل 15 دقيقه تركب توك توك تنزل تحت تشوف توت عنخ امون ولا تشوف حتشبسوت ولا تشوف، يعني انت بينك وبين اثار دي 20 متر. معناها ان حاجة ممكن تبقى حاجة سياحية فاخرة ليس لها حدود في الدنيا كلها. الحتة الأهم كلهم دي اللي هي غرب كومومبو. غرب كومومبو أسوان في سهل واسع جدا. السهل الواسع ده يوصل ل 100 مليون فدان، وأنا واسع. افرض إن في مثلا نص مليون فدان صالح للزراعة. جاية منين دي؟ من التربة، جاية من أنهار كانت بتصب في المنطقة دي. أنهار زميلنا الجيولوجيين في مساحة الجيولوجية زي في العزبة كانوا عارفين إن كان في هنا أنهار من قبل النيل كانت بتصب في الحتة دي وعاملات دلتات. فاحنا عاملين واحدة الزمايل اللي واحد معايا بيشتغل في الدكتوراه راح هناك وعمل المسح الكامل ده، ولقى إن المية الجوفية هناك اللي هي مية ماشية في التربة دي بتنز من النيل، ودي مياه قريبة من السطح يعني 50 متر 100 متر، ولأن المنطقة دي كلها يعني مغطاة كلية وتمام بالطين اللي انت شايفينه المستوى دي كله طين، وده الطين ده يعني ممكن يبقى سمكه أكثر من 3 متر. طرق سطح الزراعة عمقها سمكها 3 متر، وعارفين إن هي الحتة دي كان فيها مية زمان، لأن هم دلوقتي شايفين فيها حضارة تماسيح في المنطقة دي 35 كيلو غرب النيل. معنى ذلك ان كان في ميه هناك وكان مستنقع والميه كانت بتصب هناك. ليه موبايل هناك برضه من النص القديم. وعندك كمان اللي هو الواحد بيوصل لتشكى، الناس بتقول تشكى مشروع فاشل وكذا كذا. المهم مشروع تشكى خربان لانه مش متصل بالناس ومفيش وسيله مواصلات. انا لو طلعت خيار في تشكى هيوصلوا فين ومين اللي هيروح فين؟ انا لو عايز ناس يشتغلوا في تشكى هيروحوا يعملوا ايه ويعيشوا فين؟ هيروح هناك يقعد مثلا اسبوعين ويرجع للحته اللي هو ساكن فيها اللي بلده، هيروح في تشكى لوحده يعمل ايه؟
فدي الحته اللي انا بتكلم عليها، ده ممر التنميه بيفتح المنطقه اللي هي البيضاء دي كلها. المنطقه البيضاء دي كلها عباره عن منطقه مستويه فيها تربه، جزء كبير جدا منها قابل للزراعه، معناها على الاقل تلت. فانا عندي دي بتفتح لي 1.5 مليون فدان. انا لو عندي منها ثلث 2 مليون فدان بس أدي للزراعة، والباقي كله بقى سيلفون. نعمل كذا، جامعة أسيوط عايزة تعمل استاد، نقول له في الحتة دي هنا غرب النيل، ما بين النيل وما بين الهضبة. كل الكلام على الحكاية دي بيجي على المنطقة مستوي ما بين حوض النيل نفسه والهضبة بتاع النيل العالية المرتفعة بتاعت الهضبة. والإثبات إن الحتت دي وارد إن إحنا نعمل فيها زراعة، إن هي لو بصيت على المناطق دي كلها مناطق في الحتة في الخط الأبيض ده، عندك 8 صور هي موجودة، مياه جوفية آبار محفورة في الحتت المستوية دي ومطلعين زرع، معناها إن المناطق اللي إحنا بنقول عليها مستوية وفيها مياه جوفية أهو. الإثبات مستوية صالحة للزراعة، لأن فيها زراعة، فيها مياه جوفية لأن فيها آبار دلوقتي بتشغل في الحتت دي. كل ده شرق الهضبة، ملوش دخل خالص بالهضبة، كل ده شرق الهضبة اللي إحنا بنتكلم عليها للتنمية دي. ومعنى ذلك إيه؟ إن الممرات في العالم كلها هي اللي كانت رابطة الدنيا. الهند قبل ما تقدر تتقدم كما تقدمت دي كان عندها ممر طولي، وبعدين لأنه ما يكفيش عشان حتة البنجلور اللي كان فيها الحاجات بتاع الاي تي ولا كذا كذا، فربطوها بالكذا، فلقوا انهم هيحتاجوا ممر شرق غرب من كالكوت لمومباي، وبعدين ممر ثاني شرقا وممر ثاني غربا. يعني الممرات دي هي اللي عملت الهند الجديده دي بكل ما فيها، ودي برضه شارع وقطر وميه وسكه حديد وكهرباء. انا في نظري لو بصينا لقدام قوي ما اقولش ان الممر التنميه ده يقف عند حدود اسوان، لا، احنا ننزله تحت خلال السودان، لان انا عندي جنوب افريقيا عامله ممر زي بتاع اللي انا بتكلم عليه ده لحد روديسيا. فانا ليه ما نتفقش مع الناس اللي هم في جنوب افريقيا واحنا شغالين كل الممر بتاعكم ده، احنا هننزل جنوبا كده وهم يطلعوا جنوبا شمالا ويتصلوا ببعض ويرتبطوا ببعض. ليه؟ عشان عايزين نربط الدول الافريقيه دي كلها ببعضها وبعضها. عشان ايه؟ عشان احنا نستفيد. انت لو خدت التبادل التجاري ما بين الصين ودول الافريقيه كل سنة 2010 كان التبادل التجاري ما بين الصين والدول الافريقيه كان 120 مليار دولار في السنه. التبادل التجاري ما بين الهند ودول الافريقيه كان 36 مليار دولار في السنه. التبادل التجاري ما بين البرازيل ودول الافريقيه كان 24 مليار دولار في السنه. معناها لو حطيتهم على بعضهم كده يطلع لي 220 مليار دولار في السنه تجاره داخل وراء داخل وطار داخل وطار. انا ليه ما بقاش المنفذ لكده؟ ما بقاش المنفذ للنص ده، انا بقى المنفذ للشمال اللي رايح لاوروبا، وجنوب افريقيا تبقى المنفذ اللي رايح يمين وشمال، بس انا بقى المنفذ لاي حاجه في افريقيا رايحه شمالا لاوروبا. انا لو عملت المنفذ ده بنص القيمه هيطلع لي مثلا قول 10 مليار دولار في السنه وانا قاعد ساكت، بس الناس بتمشي في الحته اللي انا فيها. فانا في نظري ان ده الواحد ممكن جدا يفكر مستقبلا نعمل ايه في حاجات اللي هي تربطنا اكثر في القاره الافريقيه. وشكرا جزيلا.